ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتكم عالم صفاء. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا وصفه طبيعيه 100% بدون ولا ماده حافظه لصبغ الشعر باللون البني الشوكولا. يعني غادي نصبغ انا شعري باللون البني الشوكولا، وغادي نوريكم الوصفه بطبيعه الحال، وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. طبعا رمضان راه دخل، ايوا غمض عينيك وحلها هو داز وهو العيد جاي، لذلك فكرت فيكم وقلت ضروري غادي تبغيو ديروا نيو لوك في العيد بواحد الوصفه اللي غادي تنفع الشعر ديالكم، ما غاديش تضروا، وفي نفس الوقت اللي عندها الشيب غادي تغطي ليها الشيب تماما وكترطب الشعر وكتعطي لمعان رائع 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 للشعر. هادشي اللي كاين. المهم غادي نتبعوا معايا الوصفه بطبيعه الحال من الاول حتى الاخر، وغادي نعطيكم النصائح باش يخرج لكم اللون تيحمق. وكيف ما قلت لكم الوصفه ما فيهاش ولا ماده كيماويه، يعني 100% طبيعيه وما فيهاش الحنه. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش الحنه فهي ما فيهاش الحنه، يعني المكونات ديالها بساط بزاف. هانتوما غادي تشوفوهم معايا في الفيديو. خليكم معايا وما تنساوش طبعا عالم صفاء عالمكم. يلا خواتاتي خليكم معايا، غادي نوريكم المكونات وطريقه الاستعمال. المهم المكونات البنات، هانتوما درت هاد المعلقه هادي ديال زيت الكوك، وغادي نزيد معلقه عامره كيف ما وريتكم، وغادي نزيد نص ديال المعلقه دابا من نفس المكون زيت الكوك. هو زيت الكوك راه معروف الفوائد ديالو للشعر، ياك؟ كاينين هنا غادي نضيف، المهم هذه القريعه ديال الكوك غادي نغطيها صافي بركه، وغادي نضيف البنات، غادي نضيف 2 معالق هنا، ماشي 2 معالق، سمحوا لي، هنا درت 3 ديال المعالق ديال النشا، 3 ديال المعالق ديال النشا، وهنا 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، هي زيت الزيتون 4 ديال المعالق. عندنا هنا كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، وكاس كذلك ديال الكاكاو المر. تقدروا ديروا غير نص كاس، انا بغيت ندير كاس باش يجي داك اللوين ديال الكاكاو تيعطي لون خطير غزال. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال القرنفل المطحون، هانتوما البنات معلقه كبيره عامره مزيان ديال القرنفل المطحون، ومعروف القرنفل الفوائد ديالو كذلك على الشعر. صافي، وغادي نخلط هاد المكونات وغنضيف عليهم المكون الاخير. خليكم معايا. المهم البنات ها هي الوصفه هكا تتكون. المهم المكونات غادي نديروهم نتوما على حسب الطول ديال الشعر ديالكم والكثافه ديالو. ها هو اللوين ديالها، هو الشكل ديالها، عفوا انا اللون دابا واخا تيبان لكم هكا راه كيعطي داك اللوين ديال الشكلاط، داك العسلي، داك القهوي الزوين. المهم غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله في اخر الفيديو. دابا غادي ندير الوصفه للشعر ونرجع لكم. السلام عليكم مره اخرى الغزالات. هانتوما كيف كتشوفوا راني درت الوصفه، ها هي راني درت عليها هاد المويكه، جمعت شعري درت هاد المويكه هادي. ايوا هي البنات على رويحه كتخرج من هاد الشعر، يا شحال فنه، عرفتي رويحه فنه كتحمق كاع المكونات، الرويحه ديالهم زوينه، الله يا ربي، عرفتي واعره ديال بصح، والله العظيم غزاله الرويحه. المهم صوب قبي. نهبطكم رامي بعدا، ايوا نتقاد
عاد نهضر معاكم. المهم اللي كنت قلت لكم مكون الاخير باش انا خلطت هاد الخلطه هذه هو ما ورد. استعملت قرعه صغيره ديال ما ورد بلاتي، انا نجيبها لكم بلاتي. هذه ها هي قرعه صغيره ديال ما ورد، وديك الكميه اللي درت راكم شفتوا شعري ماشي طويل بزاف وماشي قصير، يعني هو هذا. المهم تيتسمى قصير، المهم شعري كيتسمى قصير. هذيك يعني ديك الخلطه بدوك المكونات اللي قلت لكم حرجتني مع شعري نيشان وخلطتها ليا هاد القرعه ديال المورد. يعني نتوما الا كان شعركم طويل غادي ندوبلوا المقادير على 2 ولا على 3 على حسب الطول والكثافه ديال شعركم، وغادي نديروا بطبيعه الحال الماء ورد على حسب الكميه. وكاع الا تعذر عليكم تقدروا ديروا ماء ورد وتكملوا بالماء، ماشي مشكل. غير هو ماء ورد غزال، واحد الرويحه الله. عرفتي جالسه، سمحوا لي، الله جالسه وكنشم هاد الرويحه الزوينه والله العظيم، غزاله ومنعشه كتحمق. المهم غادي نغسلها، غادي نخليها في شعري حتى نغسلها ان شاء الله، وباش نوريكم النتيجه النهائيه، وغادي نقول لكم شحال خليتها في شعري، وغادي نعطيكم كاع التفاصيل ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي كاين. المهم نشوفكم من بعد يعني في النتيجه النهائيه. لافيو. البنات هانتوما شوفوا، ها هي النتيجه ديال اللوين اللي درت لشعري. فنه معرفتش كيبان لكم مزيان، انا بالعاني خرجت للسطح باش نوريكم اللوين على حساب الشميشه. صراحه خرج زوين، وحتى بالنسبه لشعري انا راه شعري خايب، شعري ما يمكنش يبقى بلا ما يتصاوب، ورانا ما صاوبتوش باش نوريكم بانه كيعاون الشعر شويه في الترطيب. دابا هكا مزيان، بعدا كيف ما كان الحال ما منفوقش ما مشعلنش، ما كيشوك ليا وكيطلع للسما. دابا عرفتوا القرنفل نفعو مزيان غزال الصراحه، وحتى حسيت بيه مسرح. هانتوما وبحاجه اخرى، راه طلقت شعري في الليل، يعني كان باقي فازك حيت دوشت بالليل، طلقت شعري وكان باقي فازك ونعست به، ورغم ذلك راه صبح زوين، ما تنفخ ما تشعكك ما حتى شي حاجه، كيف ما كان الحال بعدا احسن من بلاش. هذه هي النتيجه البنات. والطريقه ديال الاستعمال انكم كتخلطوا جميع المكونات وكتطبقوهم على الشعر ديالكم. وانا بالنسبه لي خليتهم 4 سوايع، تقدروا تباتوا بهم، تقدروا تخليوهم غير ساعه، تقدروا تخليوهم غير نص ساعه، على حسب اللي بغيتوا، راهم ما كيضروش الشعر نهائيا، مكونات 100% طبيعيه واعرين. المهم البنات راني دخلت من السطح، هانتوما كنمشط شعري، شتي كيفاش مسرح. هاد الوصفه هادي تقدروا ديروها مره في 15 يوم حتى تحصلوا على اللون اللي بغيتو والنتيجه المرجوه. هذا ما كان، وهذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هانتوما انا بعدا عجبتني النتيجه، حيت شعري اصلا خايب ما كيمكنش ليا نخليه. عرفتي شعري نورمالمون فاش كندوش كيخصني نخليه في الزيت، ولا غد ليه كنلقاه كله معوج، كله مخبل، كله مشعكك مشنتف. المهم شعري حيت ناشف بزاف بزاف. المهم انا دابا كنمشطو قدامكم، شفتوا كيفاش مسرح غزال زوين. غادي ندور بالنسبه البنات لهاد، سمحوا لي، بالنسبه لهاد اللون اللي لتحت راه ديجا كنت دايره له لون اخر، يعني نتوما غتحكموا على اللون اللي الفوق، ياك اللون اللي الفوق هو اللون ديال شعري، وكنت ديجا لونتو واحد شويه. يعني دابا انا شعري باش نشرح لكم كنت ديجا لونتو، بارك عليه. هانتوما كنت ديجا درت ليه واحد الصبغه، انا حطيتها لكم في القناه، صبغه غزاله، راكم شفتوا اللون كيفاش كان خرج مذهب وزوين. والبارح درت القرنفل فوق منها فخرج زوين، الوصفه ديال القرنفل وداكشي عجبني، خرج زوين. بالنسبه للي شعرها اصلا مغلوق تقدر دير الوصفه مره في 15 يوم حتى تحصل على اللون المطلوب. وبالنسبه للي باغا تستعملها لعلاج الشعر راه تقدروا ديروها الى ما لا نهايه، مره في السيمانه
حتى تحصلوا على الشعر ديالكم، يكون حتى ترضاو على الشعر ديالكم كيف ما بغيتوا. وهذا هادشي اللي كاين البنات. المهم هذا هو اللي كاين، هذه هي الوصفه اللي كنت دايره البارح. ايوا انا اليوم حطيتها لكم، كنتمنى انكم تجربوها. دابا رمضان عاد بدا، بقاو ديروها مره في السيمانه، ما يجي فين يجي العيد غيكون شعركم زوين وفي نفس الوقت خدلوين غزال. ايوا هذا ما كان. يلا تهلاو في راسكم. I love you.